أهلا بيكم في كلام كبار. ضيفنا النهاردة حكم شخصية قوية جدا ومثير للجدل. ضيفنا النهاردة هنعرف منه حكايات وروايات وكلام أول مرة هتسمعوا عنه. ضيفنا النهاردة الكابتن إبراهيم نور الدين. أهلا يا كابتن. أهلا بك يا دكتور. ازاي حضرتك؟ كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب ورمضان كريم. الله أكرم. والله أكرم. الله أكرم ومنورني ومشرفني. شخصية حضرتك اتفاجأت بيها بره الملعب يا كابتن، يعني شخصية مرحة وبنتكلم ولطاف. ازاي كنت عارف تعمل الكنترول ده جوه الملعب؟ ويعني انا بحس ان في ناس بتخض منك. بتتخض مني؟ ليه بتتخض مني؟ يعني كحكم شخصية قوية جدا وكده، يعني ازاي عارف اعمل الفرق الكبير الشاسع ده؟ دايما في اي مجال، مش في التحكيم بس، اي مجال العمل لازم يبقى فيه جدية. يعني الجدية لازم تبقى موجودة عشان خاطر يبقى فيه تركيز، عشان خاطر يبقى فيه نجاح. فاللي عايز ينجح لازم يركز، واللي عايز يركز لازم يبقى فيه عنده بشكل كبير نسبة الجدية في أدائه. في أي مجال في العمل لازم يكون نسبة الجدية تكون عالية شوية. وانت صغير مين كان الحكم بتاعك المثالي المصري اللي كنت بتحاول تقلده او بيخطف نظرك؟ ويعني دايما شخصية الانسان، يعني مثلا انت ما بتبص لباباك في حاجات بتخطفها منه كده مع عجبيك فبتقلدها، خلاص بقت في شخصيتك. مين الحكم المصري اللي شوية فيك منه؟ كابتن جمال الغندور. كابتن جمال الغندور يعني المونديالي. تحية كبيرة لكابتن جمال الغندور. طيب كلمنا بقى عن أصعب مباراة حضرتك يعني اتحطيت في كواليس صعبة فيها، أو في كواليس في المباراة دي محدش يعرفها غير المباراة اللي حصل عنف فيها، هنتكلم عليها قدام شوية. المباراة بتاعت الأرجنتين والإمارات كانت في الإمارات. وكان في الفترة دي في ناس موجودين في لجنة الحكام ما كانوا عندهم عدم رغبة ان انا ادير مباريات مهمة يعني. والخطاب جه من الاتحاد الاماراتي باختار الطاقم التحكيم بالكامل بالاسم، وانا طلبت من اللجنة او المسؤول في اللجنة عن التعيينات والتبليغات ان ما يتمش الاعلان عن المباراة الا لما اوصل الامارات، عشان خاطر اتفادى قصة ان حد ممكن يوقف المباراة يعني. هي دي كانت أصعب ظروف المباراة، لأن هي كانت جاية في توقيت مهم جدا بالنسبة لي. كانت 2000 وكام دي؟ 2022. قريب يعني. قبل كأس العالم مباشرة، آخر مباراة للأرجنتين قبل كأس العالم اللي كأس العالم تواجد بيها يعني. فكان مهم جدا بالنسبة لي ان المباراة دي تطلع بشكل جيد، لان كان عندي بعض الاخفاقات في بعض المباريات في الدوري المصري، ودي كانت هترجع لي رونقي يعني في التحكيم، والحمد لله نجحت ان انا اعمل كده يعني. تمام. طيب لو واخدك بقى المباراة تقريبا اصعب مباراة في حياتك واكتر مرة اتعرضت، لا خلينا نتكلم يعني عن الكواليس، وكنت عاوز اعرف كمان ردود اتحاد الكوره والاتحاد العربي الافريقي يعني ايه اللي حصل في المباراه دي؟ مباراه حصل فيها احداث زي اي مباراه، وكتبت استخدمت بما املك من سلطات. كتبت التقرير الاتحاد العربي مشكورا والاتحاد الدولي، والاتحاد العربي والاتحاد الدولي خدوا عقوبات صارمه وصلت لدرجه استبعاد الفريق بالكامل من البطوله اللي بعدها. بس ايه اللي حصل اللي يوتر الناس للدرجه دي؟ لدرجه خليني بس اقول لحضرتك، يعني انا طبعا قبل كل حلقه بحب اتفرج شويه على لقاءات ضيوفي وكده، فانا لسه شايفه ناس معلقه السنه دي، يعني حضرتك عادي ظاهر في اي برنامج دايما. هو الجمهور بتاع كل دوله ليها فريق او فريقين كبار دايما بيتنافسوا على البطولات. من ضمن الفرق الأردنية اللي بتنافس على البطولة الفيصل الأردني، وبالمناسبة أنا حكمت مباراة الحسم للدوري الأردني قبل المباراة ديت بحوالي شهرين في الأردن، وخدوا الدوري معايا على ايدي. لكن ممكن في بعض الجمهور ما بيتقبلش الهزيمة وعايز يحمل كالمعتاد الحكام. هم لا ليهم شك في ركله الجزاء ولا في لعيب يستحق الطرد في الفريق المنافس ما اتطردش. هم كانوا مش مستوعبين ان لاعب
تقريبا استهلك بدنيا وسقط على الارض، كان عايز يمثل عشان خاطر يضيع وقت. انا رفضت طبعا ايقاف اللعب وسمحت باستمرار اللعب عشان هو ما فيهوش اصابه تسمح له ان هو يتمارض يعني ويعطل المباراه. الكره جت هدف وفيها شك في تسلل، وانا مش مسؤوليتي ان الكره تبقى تسلل من عدمه يعني، ووارد الاخطاء بتبقى وارده عند المساعدين. هم ما تقبلوش ذلك رغم ان هم كانوا مغلوبين 2-0 وتعادلوا 2-2 في المباراه في اخر دقائق. فلو كان في حد في الطاقم بالكامل في نيته اي شيء، اسهل شيء في الدنيا ان انت تضيعي 5 ولا 10 دقائق اللي كانوا متبقيين وهم مغلوبين 2-0. لكن في الاول وفي الاخر برضو الجماهير يعني ما بتجيبش دايما اللوم على اللعيبه ولا بتجيب اللوم على الاجهزه الفنيه، بيجيبوا اللوم على حد من خارج الاطار الفريق او الكيان اللي بيشجعوه. الموضوع انتهى ورجعت واستمريت ورجعت لمكانتي الحمد لله. دايما الحكم هو اللي بيشيل الليل عموما. طبعا انت شايفه عندنا هنا في الدوري المصري في كل الدرجات الوضع عامل ازاي، ما بقاش في حد مستحمل، وبيانات بصفه مستمره واعتراضات بصفه مستمره. واحنا لو جينا، انا هكرر تاني وده مش انحياز للمنظومه اللي انا بنتمي ليها، لكن حضرتك دكتوره واكاديميه وكل حاجه في الدنيا بالدراسه وبالورقه والقلم. لو جيتي حضرتك جبتوا محللين الاداء لاي مباراه لاي فرقتين وشفت الميس باص قد ايه لكل لاعب في الفرقه، شفت المجهود البدني اللي الحكم بيعمله مقابل لاعب قد ايه، هتلاقي الحكم بيبذل اكثر مجهودا، والحكم اكثر يعني ممكن لاعب يجي له مثلا 10 كور يعمل ميس باص 3، يعني هو عنده مثلا 70% صح و30% غلط. ممكن الحكم يجي له قرار واحد ويبقى واخد 100 قرار صح، يعني 99% من القرارات الصحيحه ويمسكوا في القرار الواحد، لان الرأي العام بدأ يتم توجيهه الجمهور ان الفريق اللي بيكسب بحكامه واللي بيخسر بحكام. الرأي العام ولا اللجان بتاعت السوشيال ميديا اللي دايما نسمع نقول الاهلي بيشتري الحكام والاهلي بيرشي الحكام وبيراميدز بترشي وبيراميدز، يعني ليله كده مش عارفين نخلص منها يعني. اولا يعني انا برفض رفض تام لفظ ان النادي يرشي. اولا احنا الانديه بتاعتنا انديه محترمه، انا بديت بالانديه والحكام بتاعتنا حكام فوق الاحترام، ما فيش حد في الحكام مصر يسلك هذا السلوك الحمد لله. و يعني احنا لا نملك غير الرد في الملعب. ولو الحكام في مصر يسلكوا هذا السلوك ما كانوش حكموا نهائيات وما كانوش حكموا مباراة الديربي اهلي وزمالك اكتر من مره، ما كانوش تم اختيارهم في البطولات الكبرى القاريه والعالميه والعربيه. فده كلام برضو زي ما حضرتك يعني زي ما احنا بنتكلم ان استمراريه ضغوط الاعلاميه المتمثله في السوشيال ميديا من خلال اللجان الالكترونيه. هم بيقوموا بعملهم نوع من انواع الضغط، بيرفعوا الضغوط من الاجهزه الفنيه في الانديه من على اللاعبين، بيوجهوا الراي العام والجمهور اللي بينساق خلف مثل هذه التصريحات الغير حقيقيه. وكل دوت يعني ما لا يمثلنا اي شيء. احنا طب بتتعاملوا ازاي مع الضغط النفسي؟ حضرتك خصوصا كنت من القلائل اللي كانوا بيديروا مباريات القمه بين الاهلي والزمالك، يعني القلائل طبعا هنا اقصد بيهم الحكام المصريه. كنت بتتعاملوا ازاي مع ضغط الجمهور عموما سواء جوه الملعب او بره الملعب؟ الكواليس اللي كانت بتحصل لك انت كبني ادم عادي عاوز تروح تقعد في كافيه، عاوز تمشي في الشارع، عاوز تروح سوبر ماركت او الحاجات دي، كنت يعني بتتعامل ازاي؟ بتتحرك ازاي؟ بتتعامل مع الناس ازاي؟ يعني اللي يختار العمل العام والعمل الجماهيري لابد ان يكون يتحلى بشخصيه قويه، ويكون بيقدر ما يستجيبش للضغوط، ويقدر يخلي الناس تحترمه اهم من الناس تحبه. فتكرار الضغوط لما ما بيجيبش نتيجه الناس بتغير سلوكياتها واسلوبها. ويمكن انا من الناس اللي انا كنت اطلع ارد عشان خاطر انا كنت متبني حمله توعيه في فتره من الفترات ان الناس اللي بتتكلم كتير
وتحاول توجه الجماهير ان الحكام ضدها او الحكام بتخطئ اخطاء متعمده او مقصوده. الكلام ده مش مقبول وغير مقبول بالمره، لان في مقوله شهيره انا دايما برددها، بنقول ان الدوري الممتاز فيه 18 فريق. ال 18 فريق الاهلي بيلعب 17 فريق والزمالك بيلعب 17 فريق اللي بيحكمهم حكام مصريين. احنا كويسين في ال 17 مباراه اللي انت بتلعبهم في الدور الاولاني وفي الدور الثاني، وجت في ماتش الاهلي والزمالك والحكام المصريين هيبقوا مواجهين، ما الحكم بيحكم للاهلي وبيحكم للزمالك. فما فيش حكم بيحكم للاهلي وبيحكم للزمالك هيبقى محسوب على فريق من الاثنين. دي ايحاءات نفسيه عند البعض، ايحاءات نفسيه عند البعض. تقول ايه يا كابتن عن في احدى لقاءاته من فتره قال ان انا وقت ما كنت مدير الكره او في اللي هو مدير منطقه كان بيدي للحكام يعني بلاش اقول بيرشي يعني او يعني هو لا ايه. لا انا بصراحه مقابل نادي الزمالك انا بصراحه انا بصراحه ما سمعتش منه الكلام ده، بس هو انا طبعا بكن له كل تقدير واحترام، هو صديق شخصي ليا وعزيز، لكن لو هو قال مثل هذا التصريح يجب عليه ان هو يطلع يقول اسم اللي اداله عشان خاطر نتخلص منه ونحاسبه. لو هو ادى لحد يطلع يقول، لكن الكلام المرسل ده انا ما احبش اسمعه وما احبش ارد عليه. اكبر من ان هو يقول تصريح زي ده. هو ممكن يكون ما وفقش في التعبير، او ممكن كان بيتكلم على حد غير الحكام المصريين. انا بتكلم عليا وعلى زمايلي. لو هو تعامل بالطريقه ديت هتفرق لو حكم اجنبي. انا برشي كنادي حكم اجنبي هتفرق عن الحكم المصري؟ يعني بتفرق؟ احنا مصريين نتحاسب على سلوكياتنا، مش هنقدر نحاسب ناس اخرى على سلوكياتهم، ولا اقدر ادافع عنهم ولا اقدر ازم فيهم. انا اللي اعرفه ان الكلام ده مش موجود. لو في حد من المسؤولين عمل ده يطلع يقول لنا مين ويجيب لنا الدليل عليه، غير كده يقدر يقول ايه؟ لا ما يقدرش يقول، يبقى ما يقولش من البدايه. طيب مين بيقبل اكتر الرشوه يعني، او مين تتصدق اكتر، او مين هيكون مرن اكتر، الحكم الاجنبي بالنسبه للنادي يعني ولا الحكم المصري؟ هو ده سؤال ما يتسالش اساسا. انا قطعته لك يا دكتوره بلال، ما فيش حاجه اسمها حكم بيرتش، ما فيش عندنا حكم في مصر اجنبي. انا ما اعرفش بقى اجنبي. لا انتوا لو عندكم قولوا، اللي عنده الكلام ده يطلع يقول. الكلام المرسل ده عشان خاطر نسبه المشاهدات تزيد والناس تقول اصل يعني ما بقولش اي كلام. انا ما بتكلمش على حاجه، كلام كبار. انا ما بتكلمش على حاجه. ما هو كلام الكبار لازم يبقى على حجم مسؤوليته. اللي يعرف معلومه عن حكم خد حاجه من نادي يتفضل مشكورا، بدل ما يقول خايف يقول يطلع على مكتب النائب العام، لانه يبقى هو فاسد اكتر من الحكم اللي اداله. يعني المسؤول اللي يطلع يتكلم يتهم الحكام باي شيء ايا كان كلام مرسل، يبقى ده انسان فاسد اكتر من ده. الكلام ده لو حتى حصل وحقيقي هو فاسد اكتر منه، لان هو سكت على ذلك. المفروض عنده مكتب النائب العام يروح يقدم الدليل، ما عندوش. يا ريت يعني يسمعنا كلام افضل من كده واحنا داخلين على رمضان. ما حدش يتكلم على الحكام المصريين غير بكل خير، عشان ما حدش شاف من الحكام المصريين غير كل خير. الحكم المصري وقع عليه بظلم يا كابتن، ولا يعني دايما في لقاءات سابقه مع حكام، خصوصا كان بعضهم رؤساء لجنه الحكام سابقين، يعني ان الحكم المصري مظلوم ولجنه الحكام لازم تكون مش تابعه لاتحاد الكوره عشان نقدر ندي الحكام مستحقاتهم، وعشان حضرتك مع الكلام ده ولا؟ طبعا الحكام مظلومين، بس لو هم مظلومين الحكام هي اللي ظالمه نفسها. التفرقه اللي ما بين الحكام والمسؤولين بتوع الحكام والصراع الازلي المتواجد ما بين الكبار اللي على تولي المسؤوليه، والجميع بيطلب الفرص وتولي المسؤوليه، والجميع كان بيهاجم من الاصدقاء الامس، اصبحوا اعداء اليوم وحروب ليس لها سبب، خاصه ان هي دايره وهتلف ومفيش حد قاعد مستمر. دي مش وظيفه، ده عمل عام متوقف بقائك على نجاحك من عدمه. فاللي كان بيقعد على كرسي رئيس لجنه الحكام العشره اللي بره كانوا ينتقدوه نقد غير بناء، البعض مش الكل، نقد غير بناء، لانه كتر الضغوط برضه بتوجه الراي العام
وللاسف الشديد للاسف الشديد للاسف الشديد دي 3 مرات للتاكيد ان في بعض المسؤولين بيستجيبوا للضغوط الاعلاميه وبيغيروا اللجان للاسف الشديد، وده امر غير جيد بالمره. زي مين يعني؟ هو المسؤول عن لجنه الحكام اللي بيحط لجنه الحكام مش هو اتحاد الكوره ولا مين؟ اتحاد الكوره، الناس المسؤوله عن اتحاد الكوره، في ناس يعني بتستجيب للراي العام. يعني ممكن يكون واحد موجود والتحكيم سيء لكن في هدوء في الشارع الرياضي هتلاقيه مستمر. ممكن يكون في واحد شغال كويس جدا وناجح ثانية يا كابتن، ثانية. احنا قلنا في ضغوط بتغير لجنة الحكام. الضغوط دي، انا سألت سؤال واضح، من اتحاد الكورة ولا شخص ما او شخصيات ما من خارج اتحاد الكورة بتضغط على اتحاد الكورة وبناء عليه بياخدوا قرار مع لجنه؟ طبعا الانديه بتضغط على اتحاد الكوره. الانديه؟ الانديه بتضغط على اتحاد الكوره طبعا. الانديه ولا اعمال وناس متحكمه في لا اتحاد الكوره هيئه ومنظمه محترمه تابعه للدوله. جميع مجالس اداره الاتحادات ناس محترمه بيشتغلوا عمل عام، بيشتغلوا لمصلحه البلد، لكن للاسف الشديد هم في الاول وفي الاخر اصحاب قرار، وفي الانديه هم لابد من التدخل والمشاركه في القرار لانهم اصحاب الجمعيه العموميه، اصحاب الاصوات. يعني الاتحاد الكره ده لما بيجي ما بيجيش معين، بيجي باصوات انتخابيه. فانا لما بديلك صوتي زي الانتخابات العاديه بتاعت مجلس النواب والشيوخ. كل مجالس اتحاد الكوره ولا كل مجالس اتحاد الكوره؟ مجلس اتحاد الكوره الحالي جاب باصوات انديه طبعا. ازاي؟ طبعا راحوا انتخبوه، ما فيش حد دخل قصادهم. محدش دخل قصادهم؟ خلاص. طيب يبقى كده مش جايبه اصوات. اتحاد الكوره لو الجمعيه العموميه لو رافضه وجود المهندس هاني ابو ريده كانوا راحوا قالوا لا في الجمعيه العموميه، هم كلهم راحوا كانوا موافقين. وطبعا المهندس هاني ابو ريده قيمه وقامه كبرى، وقامه كبيره. بس طبعا قبلها كان في يعني انا شفت مجموعات او قوائم مختلفه، منها قائمه الباشمهندس محمود طاهر، ويعني شفت قوائم مختلفه. كلام مرسل انا اللي اعرفه كان فيها كان كابتن رضا البلتاجي مثلا. دكتور انا اللي اعرفه نعمل قوائم زي ما احنا عايزين، واحنا انت بتتكلمي الكلام المرسل جميل جدا. كلامي مش مرسل، مش كلامك انت، كلامي لا كلامي انا برضه معايا الدلائل. لا دلائل فين الدليل؟ الدليل عندي اللي يروح دافع رسوم الانتخاب ويقدم ورقه. في حد راح يقدم ورقه واترفض؟ في قائمه اتعملت وراحت؟ كلها كان كلام في الكواليس محاولات، لكن وقت الجد عشان الجميع يعلم ان المهندس هاني ابو ريده في حاله ترشحه للانتخابات لما له من شعبيه جارفه في الجمعيه العموميه ان هو كان هيكسب اي حد. هل حضرتك شايف ان الباشمهندس هاني ابو ريده جاء بالامر من شخصيه ما لصالح كره القدم المصريه؟ لانه الاكثر كعلاقات يعني بالاتحاد الافريقي. مش علاقات، هو خبراته كبيره وعاليه. وفي التوقيت دوت طبعا الكره المصريه محتاجه المهندس هاني ابو ريده، ويعني حتى لو تم دعمه من الدوله ده اجراء صحيح جدا، لان احنا هنجيب مين افضل من هاني ابو ريده يدير مجلس اداره اتحاد الكره؟ في عند حضرتك شخصيه من الشخصيات العالميه، واحد من ضمن عدد قليل جدا لا تزيد عن 7 افراد بيديروا الكره على مستوى العالم. فيعني على الاقل لازم يكون متواجد في بلده. وبالمناسبه المهندس هاني ابو ريده في توقيت تولي الاستاذ جمال علام رئاسه اتحاد بريره، لان التغيير الكتير ما بيوصلش لنتيجه. انت حضرتك لما تيجي تعملي بيت وهي ارض بتعملي اساس، بتخلي العمل الاساسي يكمل عشان خاطر البيت يكبر. لكن مش ما ينفعش. يعني انا كابتن وجيه ما استمرش. انا رافض قصه انه يجي فتره شخص ويمشي. لازم حد يعمل برنامج زمني مرفق بالخطه ممنهجه ويتم متابعتها بصفه دوريه
عشان خاطر نحس بتطوير. لكن نجيب فلان شهرين تحصل مشكله في ماتش الماشيين، نجيب فلان. هو نفس لما يكون نادي في مجموعه لاعبين مقيدين 30 لاعب في اي فريق، قائمه اللعيبه هي دي الماتيريال والخامه اللي عندك كلاعيبه، وهي دي امكانياتهم. وكل اسبوع تمشي لهم مدير فني، كل اسبوعين تمشي لهم مدير فني، واللعيبه قاعده. هي الحكام المصريه هي المستوى المتواجد في التوقيت ده بعدم التوفيق هم السبب فيه، واوقات الجديه والاهتمام هم كانوا السبب فيه. واعتلوا منصات التتويج بنهائي كاس مصر ونهائي كاس السوبر حكام مصريين. يعني الاهتمام وقله التركيز هو اللي بيغير اللجان، لكن الحكم ثابت. طب خلينا نتكلم واحده واحده. رئيس لجنه الحكام الاجنبي بياخد كام؟ ورئيس لجنه الحكام المصري بياخد كام؟ بيريرا كان بياخد كام؟ يعني مع الامور الماديه الرقم معروف. لا الرقم معروف. خد تقريبا مليون جنيه في الشهر. يعني مليون في الشهر؟ لا ده كان بياخد 20,000 دولار. لا الرقم كان من 18 ل 20,000 دولار باليورو. كان باليورو من 18 ل 20,000 دولار في الشهر. في الشهر حوالي مليون جنيه. مليون جنيه في الشهر. وكابتن وجيه كان بياخد كام في الشهر؟ ايا كان الرقم. لا يا كابتن خلينا واحده بس عشان انت حضرتك يعني لازم يبقى في فهم في حاجه ان الدولار لاي خبير اجنبي بيتعامل كانه جنيه في مصر. يعني ال 20,000 دولار عايزينهم 20,000 جنيه في بلدي. طيب بما ان حضرتك اشتغلت مع المصريين رؤساء الحكام المصريين واشتغلت مع رؤساء الحكام الاجانب، ايه الفرق؟ كرئيس لجنه حكام ايه الفرق؟ حضرتك لسه بتقول انا كمدير فني انا ماليش ذنب لو اللعيبه مش كويسه. إيه طيب ما انا الاولى كاتحاد كوره وكانديه لما اجي ادفع فلوس الملايين الكتير دي في الشهر، طب ما انا الاولى ادي للحكام مستحقاتهم. طب ما انا الاولى اهتم بحكام الدرجه الثانيه والثالثه. طب ما انا الاولى ان انا اخلي الحكم ده ما يبقاش وظيفه اخرى ويروح يدور على وظيفه بالنهار عشان تعينه على المعيشه، وان هو يقدر يروح الماتشات ويقدر يحافظ على لياقته البدنيه ويقدر يحافظ على التغذيه السليمه لجسمه اللي زيه زي اللاعب ده بيجري اكتر من اللاعب تقريبا او بيعمل مجهود اكتر من اللاعب. مش ده اولى ولا؟ طبعا. واحنا كل دي مقترحات كنا مقدمينها وفي التوقيت اللي كان ماشي فيه مستر بريرا انا كنت بدافع عن مبدأ. كنت بدافع عن مبدأ قصة ان مش كل ما تحصل هبوط في مستوى الحكام نغير رئيس لجنة الحكام. لا هو لازم يبقى في استقرار زي الأندية الكبيرة اللي ناجحة عندنا في مصر وفي أوروبا وفي الدول المتقدمة، ان يبقى في استمراريه بشكل دائم لمسؤول. عشان استمرار المسؤول بيدي افضليه في المستقبل في تنفيذ خططه للتطوير. لكن التغييرات المستمره بتجيب نتيجه عكسيه. أندية كبيرة في مصر ناجحة، تقصد مين من الأندية الكبيرة اللي ناجحة؟ كل الأندية الكبيرة اللي مين كل الأندية اللي بتنافس على اديني أمثلة. كل الأندية اللي اديني أمثلة. يعني عندنا المصري فيها علي ماهر مستمر بقاله مثلا المصري. هو المصري في الدرجة كام؟ النادي المصري. النادي المصري في الدرجة كام؟ الدوري الممتاز. والله أنا مفكر هو مش نزل الدرجة. طب سوري طيب بس هو النادي المصري مش كابتن علي ماهر مستمر مع النادي المصري ماشي بشكل كويس. النادي الاهلي عنده مستر كولر ماشي بشكل كويس. نادي الزمالك في فتره كان في استقرار برضو، كان النادي ماشي بشكل كويس. نادي بيراميدز المدير الفني بتاع بيراميدز بقاله موسمين ماشي بشكل كويس. ما ينفعش نادي يتغلب ماتش يغير مدير فني، واحنا برضو ما ينفعش لجنه يبقى عندها مشكله في 3-4 مباريات هنجيب رئيس لجنه اخر مش هو اللي ينزل يحكم ولا معاه عصايه سحريه يروح مشاور بيها على الحكام المصريين هينزلوا يغيروا من فنياتهم. هم الحكام احنا عندنا حكام تقريبا 5-6 حكام بيلعبوا بشكل منتظم في الاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي مهتم بيهم ومعسكرات وبطولات خارجيه وفي النخبه ايه وفي النخبه بي. يعني هم مؤهلين للمباريات الدوليه اكتر من المباريات المحليه. يعني هم